يا هندسة أنا في حاسبات ومعلومات، وموضوع ال AI دوت جاب لي إحباط. بص يا صديقي، صلي على النبي. ال AI زي ما قلت قبل كده إن هي مجرد تولز هتساعد حضرتك في الشغل. أيا كان اللي هيستخدم ال AI ده لازم يكون انجينير فاهم، يعني لازم يكون شخص اوريدي اشتغل بايديه كتير جدا، فاهم يعني ايه كودينج، فاهم يعني ايه اركتكتشر، فاهم يعني ايه سوفت وير، فاهم السايكل بالكامل، فاهم يعني ايه كلين كود، وكتب حاجات قوية جدا هيقدر فعلا يستخدم الاي اي تولز ويبدا يطلع بيها برودكتس قويه جدا. انما سيبك من الفيديوهات اللي بيقول لك تعالى انا بنيت ابلكيشن بالاي اي وتلاقيه بنيت تو دو اب، يعني هي الشركه في الحياه العمليه هتبني تو دو اب؟ مش منطقي. حتى لو بيطلع لك برودكت قوي وكبير، ولكن لازم تبقى فاهم الكود اللي بيتكتب. ما هو الاي اي كيرسر هيطلع لك فعلا كود قوي جدا وجميل جدا، ولكن انت اللي بتوجهه، بتقول له اعمل كذا، لا ما تعملش كذا واعمل كذا، استخدم كذا. فكل دي اكسبيرينس لازم تبقى عندك. لو انت ما تعرفش اصلا الكلام ده فانت مش هتعرف توظف الاي اي. يعني مش هتعرف تكتب برومبت مثلا يوضح للاي اي مثلا ايجنت اللي انت محتاج تعمل تاسك فلانيه بطريقه فلانيه عشان تعرف على الاقل تركبها مع البروجكت اللي انت شغال فيه. فطبعا ما تحبطش، كمل في الباص بتاعك، امشي على رود ماب محترمه، اطلع سوفت وير انجينير فاهم هو بيعمل ايه. المبرمجين كتار ولكن اللي فاهم فعلا بيبقى فيها قليله جدا، ودي اللي بتشتغل بالفعل. فانت ركز. هي ما خلينا مقتنعين برضو بنقطه، ان فرص العمل هتقل، المنافسه هتبقى شديده. يعني فرص العمل بدل ما كان مثلا في 1000 فرصة عمل ممكن يبقوا 500، ممكن ينزلوا عن كده وممكن يزيدوا. الصورة لسه مش واضحة في سوق العمل عامل ازاي، يعني بعد الاي اي ما انتشر بشكل رهيب الصورة لسه مش واضحة بشكل كبير. ولكن هل هو هيستبدل المبرمجين؟ ده مستحيل يحصل في الوقت اللي احنا فيه وفي السنين اللي جاية كمان. انما هو هيقلل الطلب شوية على عدد المبرمجين اللي هيبقوا مطلوبين في سوق العمل. ولكن ده ما يخلكش لا تحبط ولا توقف مذاكرة، انت كده كده كمل في طريقك، ذاكر يا صديقي العزيز، افهم انت بتعمل ايه، وان شاء الله هتلاقي فرصة مناسبة بعد ما تتخرج من الكلية. ولكن اهم فترة الكلية تذاكر وتجتهد جدا، لان الفترة دي في غاية الاهمية. وبالتوفيق يا صديقي.